السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال يا رب. النهارده باذن الله يا شباب هنقول لكم على كل حاجة بخصوص قدرات كلية التربية الرياضية اللي انا دخلته حرفيا بعد ما خلصت ثانوية عامة واتقبلت فيه، وما دخلتش كلية تربية رياضية عشان جبت مجموع كويس. في الفيديو ده باذن الله هقول لك الرحلة اللي انا مريت بيها خطوة بخطوة. بس قبل بقى ما نبدأ في الفيديو بتاع النهارده اتأكد ان انت مشترك في القناة علشان الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده باذن الله توصلك في ميعادها ومفيش اي حاجة تفوتك. يلا بقى بسم الله نتوكل على الله ونبدأ في الفيديو بتاع النهارده. بص، مبدئيا كده اختبار القدرات بتاع كلية التربية الرياضية 3 ايام. انا ما كنتش اعرف، انا كنت مفكره يوم واحد بس لما قدمت قبل ما النتيجة ما طلعت وخدت فكرة عن الموضوع لقيت فعلا ان اختبار القدرات 3 ايام بتاع كلية التربية الرياضية بالذات. طيب بص بقى اللي حصل معايا. انا خلصت امتحانات ثانوية عامة، بعدها بشويه قبل ما النتيجه ما تطلع لقيت اللينك بتاع التسجيل بتاع القدرات بتاع كليه التربيه الرياضيه اتفتح، فدخلت سجلت فيه. عملت ايه بعديها؟ بعد ما سجلت ظهر لي اليوم اللي انا همتحن فيه. طبعا كنت همتحن في كليه التربيه الرياضيه اسكندريه جامعه ابو قير، في ابو قير نفسها. طبعا تربيه رياضيه ولاد بس او بنات بس، ما ينفعش ولاد وبنات، ها، عشان دي تربيه رياضيه. وهقول لك ما ينفعش ليه، عشان حصل معايا مواقف بجد. يعني انا حرفيا كمل معايا الفيديو بس وانا هقول لك. المهم بعد ما قدمت كان لازم اروح اعمل فيزا علشان اختبار القدرات بفلوس. فرحت عملت فيزا في البنك الاهلي، عملتها في يوم، خلصتها في اليوم ده. بعد كده حطيت فيها 1000 جنيه. حلو كده. استنيت بقى اليوم بتاعي. طبعا الايام بتاعتي كانت التلات والاربع والخميس، 3 ايام ورا بعض. ركبت ورحت اسكندريه، نزلت ابو قير، دخلت الجامعه. اول ما دخلت وقفنا في الملعب حوالي نص ساعه عبال ما العدد ما يكتمل وعبال ما الدكاتره ما يجيبوا الكشف بتاع الاسماء وينادوا علينا، لان هم لازم ينادوا عليك لان انت رايح بميعاد، فهم لازم ينادوا على اسمك علشان تخش. فالمهم بعد ما نادوا على اسمي مشينا مجموعات بقى، اديتهم الفيزا. اول حاجه عملتها خالص دفعت لهم في الفيزا 650 جنيه فلوس القدرات على ايامي، مش عارف دلوقتي بكام. فاديت لهم الفيزا كده، دخلوا الفيزا في المكنه، سحبوا 650 جنيه. عملت ايه اول ما دفعت الفلوس؟ بص بقى الاختبار الاول، دخلت في اوضه مع 8 مع 7، احنا كنا 8 ب8، والدكتور طلب مننا ان احنا نقلع هدومنا كلها ونقف بالبوكسر في 10 ثواني بس. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ يلا يا شباب اقلعوا كل هدومكم بالجزمه بالشراب بكله، انا عايز كل واحد بالبوكسر، والله زي ما بقول لك كده بالبوكسر. بس خلي بالك لو دخلت على الثانيه ال11 وانت ما قلعتش كل الهدوم بتاعتك وتنتك بالبوكسر ودخلت قعدت لي هنا، انت سقطت في الاختبار الاول. هو اختبارات ياما، قول زي 10 اختبارات مثلا، وكل اختبار ب5 درجات، فالنتيجه كلها مثلا ب50، ولو جبت اقل من نص انت سقطت. حلو كده. فكل دي درجات يا شباب بتلموها. المهم قلعت كل هدومي ومش عارف ايه في اقل من 10 ثواني وقعدت على الكرسي. رميت بقى الشنطه، ما نسيت الشنطه مفتوحه وقلت مش مهم عشان ما نسقطش. طب انا كنت قلعت بالبوكسر ليه؟ هقول لك عملنا ايه. دخلنا 4 ب4، يعني المجموعه بتاعتي كانت 8، اتقسمنا لمجموعتين. دخلنا على ايه؟ على 3 دكاتره بالبوكسر. احنا كنا 4 دخلنا بالبوكسر، ال4 بالبوكسر على 3 دكاتره. ده عذاب محدش يخشها. المهم انا بتكلم على الولاد، انا ماليش دعوه بالبنات، معرفش بيعملوا ايه، انا بتكلم على الولاد. فدخلت بقى للدكاتره. 3 دكاتره قاعدين على 3 مكاتب بيشوفوا جسمنا. طب بيشوفوا جسمنا ليه؟ علشان اللي عنده اعاقه ولا عنده فلات فود ولا بتاع اللي هي رجلين المعوجه دي، ولا سمين زياده رفيع قوي، بيبدا ينقصوا درجات. طبعا كان جسمي كويس ساعتها، كنت طالع من بطوله جمهوريه كمال اجسام، والله لو لقيت الصور هحطها لكم فوق على الفيديو. المهم نجحت في الاختبار ده الحمد لله، وكان جسمي ساعتها كويس. ايامها بقى ده كان انا مبطل جيم بقالي ياما وركزت في التيتشنج بقى، المهنه بتاعتي اللي انا شغال فيها دلوقتي. المهم ده الاختبار الاول. بعد الاختبار الاول دخلنا على الاختبار التاني. عملنا ايه في الاختبار التاني؟ بص بقى الاختبار التاني بتاع اليوم الاول، دخلنا على الملعب جرينا 100 متر. احنا عندنا الملعب في تربيه رياضيه ابو قير لفه. صحيح نسيت اقول لك على حاجه. قبل ما تجري بيسالوك بتلعب ايه، يعني لو بتلعب بينج، بتلعب سباحه، بتلعب كوره، مش هتجري. فانا سجلت جري. انا ما كنتش بلعب كوره او سباحه او بينج، كنت بلعب تنس طاوله انا زمان، بس انا ما سجلتش تنس طاوله. المهم فانا قلت له جري، فجريت 100 متر اللفه الملعب الدوريه كده، الدوريه دي 100 متر، كنا 10، طلعت التالت على 10. ده اليوم الاول خلص كده. اليوم التاني بقى دخلت يوم الاربع، اليوم التاني على طول، وقفنا نص ساعه برضه عبال ما ينادي الاسماء. طيب الاختبار الاول في اليوم التاني عباره عن ايه؟ بص، طلبوا مننا نسخنه. شايفين يا شباب اللفه اللي انتوا لفتوها امبارح، لفه واحده دي اللي هي 100 متر، هتجروا عليها 8 مرات.
يعني هنجري 800 متر. انت متخيل انا بقول لك ايه، 800 متر والله. كنا وقفنا زي 15 عيل، والله زي ما بقول لك كده زي 15، ولفينا 800 متر. ده شارع طويل يا ابني، 8 مرات. يعني انت بتلف شارع رايح جاي 8 مرات. جريت ال 800 متر وطلعت الاول. طيب ريحنا نص ساعه، خشوا على الاختبار التاني يا شباب. الاختبار التاني بقى ايه المشكله بقى معايا؟ اختبار هيئه، اسمه هيئه. دخلنا 4 ب4. عملنا ايه؟ بتخش على 3 دكاتره برضه في اوضه تانيه بيشوفوا الحروف بتاعتك. اختبار الهيئه كده. انت الدغ في حاجه ولا بتاع؟ قال لي انت كنت في مدرسه، بيسالوك بقى ساكن فين، قلت له ساكن في الحته الفلانيه. كنت في مدرسه ايه بقى؟ بعد ما يسالك اسمك ايه وساكن فين، انت في مدرسه ايه؟ قلت له الثانويه العسكريه. اوبا، عرف اللي انا الدغ في حرف السين. فقال لي تعالى يا عبد الرحمن كده. قال لي قول ستي بسبست لي بسبوسه يا سكر. انا ما بهزرش. قال لي قول ستي بسبست لي بسبوسه يا سكر. قلت له ستي بسبست لي بسبوسه يا سكر. قال لي لا. قلت له ايه يا حضرتك؟ قال لي بصوت عالي يا عبد الرحمن. قلت له ستي بسبست لي بسبوسه يا سكر. فلقيت الثلاثه اللي جنبي ضحكوا وبتاع. والله اتكسفت ساعتها. ما تضحكوناش بقى. المهم مش عارف اعمل ايه. حتى لو سقطت في الاختبار ده المهم تعدي النص، انا كنت نجحت في كله. مشاني بقى، ما رضاش يقول لي درجتي. ريحنا برضو رباعيه كده، دخلنا على الاختبار الاخير. الاختبار الاخير ايه اللي انتوا بقى كلكم منتظرينه؟ لعبت ضغط وعقله ونطيت في مكاني كده. اليوم التاني خلص. اليوم التالت بقى اللي كانت المفاجأة، ما دخلناش كلنا. طب ليه؟ اتاري بقى اليوم التالت ده، اليوم التالت الدخول بتاعه بيكون مبني على نجاحك في اليوم الاول والتاني. يعني اختبارات اليوم الاول والتاني بيتصححوا. لو اسمك اتنادى في اليوم التالت يبقى انت نجحت في اليوم الاول والتاني، اتقبلت في الكلية خلاص. اسمي اتنادى، دخلت. اليوم التالت عملنا ايه؟ اختبار نظري، ورقة فيها اسئله خايبه خالص، زي الميه مفيده ولا لا، المكون الغذائي المسؤول عن بناء العضلات البروتين. هيجيب لك بروتين، كربوهيدرات، دهون، ميه. ايه بروتين؟ مش محتاجه حاجه. الف ب رياضه. فالاسئله كانت خايبه ونجحنا. جه بقى يوم النتيجه، جبت مجموع كويس، ما دخلتهاش. انا كنت مفكر مثلا لو انا جبت مجموع واطي قوي 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 هخش تربيه رياضيه. ما دخلتهاش. وانا ما بنقللش من كليه تربيه رياضيه، كليه تربيه رياضيه جميله جدا، بس بقى دخلت كليه تانية. وقفت تمرين. والله لسه راجع الجيم، بقى لي ما كملت الشهر، بقى لي اسبوع يعني انا دلوقتي بقى لي اسبوع في الجيم. عايز انتظم والكلام ده وارجع تاني، بس المشكله ان مفيش وقت، احنا مضغوطين دلوقتي. طيب خلاصه اللي انا عايز اقوله لك ايه، اللي انت اضمن حاجه، خش اختبار تربيه رياضيه. لو انت رياضي وكده خش اختبار تربيه رياضيه، لان مش دايما المجموع بيقف في صفك. ممكن لو انت ما جبتش مجموع تخشها. ليه لا؟ تخشها عادي. طب لو انت جبت مجموع وربنا وفقك خلاص ما تخشهاش. فاضمن حاجه، حاول تضمن اي حاجه، لان دايما زي ما قلت لكم قبل كده المجموع مش بيقف في صف الناس. ممكن التنسيق يتقلب ضدك، ما يجيش في صفك زي ما قلت لك. فخلي بالك من الحته دي. وبس كده، ده اللي حصل معايا في اختبار قدرات تربيه رياضيه. لو بقى عندك اي استفسار في اي كليه تانية اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك فورا، او ممكن تخش على القناه بتاعت اليوتيوب، هتلاقي في الوصف الارقام بتاعتي. ابعت لي على اي رقم فيهم وهرد عليك. ده لو انت مثلا عايز اختبار قدرات لكليه معينه وعايز شرح وكلام كتير، فابعت لي على الواتس وهرد عليك في ريكوردات. هبعت لك تسجيلات صوتيه بصوتي انا. وبس كده، ما تنساش بقى تشترك في القناه وتدوس لايك للفيديو لو عجبك. وربنا يوفقكم كلكم يا رب، وتفرحوا بمجاميعكم العاليه. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.